بعد ما خلصت الاوضه قلت لهم محدش يدخل الاوضه دي ابدا. فاهمين ولا لا؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا مش هطول في المقدمه، انا هدخل في الفيديو على طول. النهارده فيديو معاكم، فيديو هنضف اوضه نومي، هقلبها راسا على عقب. هعمل روتين في اوضه النوم بتاعتي، هغير مكان السرير وهغير مكان التسريحه وهجدد في الاوضه بتاعتي، وكمان هرص اللبس الشتوي بتاعي اللي هو منطور في كل حته في الارض، وكمان هرص الدولاب بقى، وكل ده هطبقه معاكم. وهعمل ايه؟ تعالوا نشوف هعمل ايه. اول حاجه بصوا الدنيا والكركبه. بصوا السرير كان على الحيطه اللي عكس الشباك. بصوا تسريحتي، معلش على المنظر، معلش. كل ده هتشوفوه في اخر الفيديو زي الفل. السرير محطوط في الحيطه اللي عكس الشباك، انا هجيبه تحت الشباك. بصوا بقى، انا لميت الهدوم من على الارض وديتها الاوضه التانية خالص، عشان هطبقها بس بعد ما انضف الاوضه. وجبت هنا المكنسه بتاعتي، وبدات اول حاجه اعملها انضف التراب اللي على الشباك عشان ما يدخليش على الاوضه. وانا دايما لما باجي انضف الشبابيك بتاعتي بنضفها بالمكنسه زي ما انتم شايفين كده. المكنسه بتشفط لي اي حاجه على الشباك، وبعد كده ببل قماشه مطبخ او قماشه قديمه عندي او فوطه مبلوله وامسح بيها الشباك. بيلمع بعدها، بيلمع من غير بقى ما تعملي تراب وتدخلي تراب على الاوضه بتاعتك. هنا بقى انا ابتديت في الايه، ان انا اغير مكان التسريحه الاول. طلعتها بره الاوضه خالص لحد ما انا اكنس وامسح وانضف، وبعدين هدخلها تاني بقى في المكان اللي انا هحطها فيه الجديد. هنا جبت السلم وفي مروحه سقف فوق في الاوضه، فنضفتها كمان بالمره قبل ما اكنس. هنا نضفتها وخلصت. بعد كده بقى هكنس وهنقل كمان السرير على الحيطه بتاعه الشباك. هو طبعا لما يجي على الحيطه بتاع الشباك هياخد ضرفه من الشباك، بس انا كده ما بفتحش الشباك كتير علشان الجيران اللي جنبنا، يعني هيبقى مكشوفه الاوضه قوي، ودي اوضه نوم، فدايما ببقى قافله الشيش نص، يعني لا اما شبكاه بالشنكل بتاع الشيش يا اما قافلاه خالص. فعشان كده ما فرقش معايا ان انا احط السرير على الحيطه بتاعه الشباك. هنا بقى بدات انضف الاوضه، اكنس بس الاول. انا كان ممكن اكنس بالمكنسه، بس انا لقيت فيه مناديل كتير وورق، ومش المكنسه هتتعبني في الشفط وكده، فايه كنستها بالمقشه العاديه. كل ده بقى انا كده خارجه بره باب الاوضه، بخرج بره الاوضه كده. وجبت الشرشوبه وحطيت في الجردل ميه سخنه، وحطيت برسيل جل تقريبا هو اللي كان عندي، ونقطتين معطر في الميه عشان المع بيها بس الايه الارضيه. وبدات امسح الارض. انا هنا خرجت بره الاوضه بس ما جيتش، مش عارفه كنت بعمل ايه. دلوقتي بقى هاجي من بره اروق السرير. تقريبا كنت بظبط التسريحه علشان ادخلها على نضيف، لانها كانت عليها ازايز البرفان كلها والاسبريهات، فظبطتها. وبعدين رجعت للاوضه تاني اهو. هشيل بقى كل الحاجات اللي على السرير، شلت المكنسه، وهشيل بقى اي حاجه على السرير، مخدات، بطاطين، اي حاجه. بصوا انا نقلته اهو كده، جبت السرير هنا، وهفضي بقى اي حاجه من تحتيه. هكنس الاول جنبه عشان احط الكومودينو هناك، وبعدين هفضي السرير خالص وهمسح تحتيه، واحط بقى الحاجات اللي انا الهدوم الشتوي. انا بحط الشتوي تحت السرير، ولما نيجي نغير للصيفي برضو بحط الصيفي تحت السرير واطلع الشتوي، وهكذا يعني. كده اهو مسحتها بالشرشوبه اهي اللي انا ملياها ميه سخنه، واي معطر عندك، وبرسيل جل، شاور جل يكون ريحته حلوه، اي حاجه عندك تلمعي بيها السيراميك ممكن تحطيها. وممكن تجيبي خلطه من عند بتاع المنظفات اللي هي بتاعه السيراميك نفسها، يعني مسح السيراميك اهو. بصوا فضيت بقى السرير اهو، وكنست تحتيه وهلمعه بقى بالشرشوبه. احلى حاجه بقى ان انا بعد ما عملت الاوضه كنت حاسه براحه نفسيه مش ممكن يا جماعه، مش ممكن بجد. التغيير في الاوضه ده ريحني جدا جدا. تحس انه كان في كميه طاقه سلبيه كده طلعت واتبدلت بحاجه حلوه قوي قوي.
بجد بعد ما خلصت الاوضه كنت فرحانه بيها قوي قوي قوي. كانت اي حد يدخل الاوضه اقول له لا اوضتي. انا تعبت قوي في اليوم ده، بس والله العظيم كنت فرحانه جدا جدا جدا. هنا بقى انا دخلت الشوفونيره ودخلت التسريحه وظبطت كل حاجه في مكانها، هوريها لكم في الاخر. ورحت اخدت شاور بقى من التراب، مكان التراب والمكان بقى ما مسحت ونفضت وعملت. خدت شاور وبعدين جبت الهدوم بقى من الاوضه التانية وبدات اطبق بقى الدولاب بتاعي. انا كنت الضرفه اللي فوق دي بتاعت جوزي، فكنت مطبقاها من بدري يعني. انا كانت المشكله في هدومي انا، هي اللي كانت على الارض وكنت لسه ما طبقتهاش. جبتها بقى من الاوضه التانية وبدات ايه، انا مش عارفه انا بقفل السوسته ليه، ما اطبقها على طول. بدات بقى ايه اطبق. انتوا عارفين بقى الهدوم الشتوي اللي بكبشوه من ورا وتقيله ومش عارفه ايه، تاخد مكان في الدولاب جامد. مم. وكمان الجلابيه دي ليها كور كده، فبتقعد تعمل كعبله، يعني كعبله كده في صف الهدوم بتاعتها. انا عندي معظم هدومي بسوسته من قدام، مش عارفه ليه. هي صدفه يعني مش مقصوده، بس هي كلها فعلا فيها سوسته من قدام. وكبشوه من ورا برضو مش عارفه ليه. هنا بقى اهو هدخل الكبشوه جوه والكمام، واحاول بقى اطبقها كويس عشان تعدل الصف. لو طبقتها اكتر من كده مش مفروده كده هتوقع صف الهدوم، تاخد الصف كله وتقع. فاحنا على ايه؟ دلوقتي بقى هخلص تطبيق الهدوم البيتي والاستقبال، وهدخل بقى على الضرفة اللي تحت المكركبة اللي انتوا شايفينها دي. هفضيها برضو على السرير، اخرجها كلها، دي ضرفة الخروج. وابتدي بقى اعمل ايه، لبس الخروج كله كمان بالمرة. يعني ده كله اللي كان في الارض ده كان اللبس البيتي، بس عشان هو اللبس الشتوي بيبقى تقيل وكتير. العباية دي يعني هي مش صيفي ولا شتوي، يعني هي مبطنه من جوه ببطانه تقيله كده شويه. فانا ما برضاش اشيلها في الصيفي، فبخليها برضو لانها هي بتتلبس استقبال بس يعني، ما بلبسهاش في البيت. وكمان هدوم الاستقبال ودي برضو استقبال، بحطهم كده في ضرفه لوحدهم بعيد عن الدولاب خالص، بحطهم في الشوفونيره. هما وهدوم الاستقبال الباقيه كلها والعبايات السمرة بتاعتي كلهم بحطهم في الشوفونيره. هنا بقى خلاص بدأت اخيرا في اللي هي الضرفة اللي هي بتاعة الخروج. ابتدي بقى اطبق واحط كل حاجة في الصف بتاعها، علشان انا خلاص كنت في اليوم ده خلاص. اهو بصوا كده بعد ما رصيت الدولاب. ايه رأيكم؟ مش الترتيب حلو برضو بيعمل كده حالة نفسية منعشة؟ خلاص بقى اخر حاجة السرير بعد ما خلصت الدولاب. السجاد طبعا لسه بينشف، يعني كنت غسلاه ونشراه، فمش هفرش السجاد بقى دلوقتي، لكن هنفرش بقى السرير مع بعض. وانا كنت طلعت البطاطين، هنفرش كمان البطانية. هنا دي المخدة الصغيرة، في مخدة تانية زيها بس هما واخدينها في الأوضة التانية، فمش هقعد اروح اجيبها، يعني كفاية مخدة. خلاص بقى خلصت الملاية والمخدات، هفرش بقى البطانية. البطانية دي الوش ده غير الوش اللي الناحية التانية، فانا بقى مرة بفرشها على الوش ده ومرة على الوش التاني. اعتقد ان الوش التاني اغمق من ده سنة،
فانا حبيت بقى ان الملاية غامقة فده يبقى فاتح بقى مع الملاية. بصوا حطيتها اهي، وقلت بقى مش مهم المخدة التانية اقعد اجيبها من الأوضة التانية، ما علينا. بصوا بقى الأوضة، بصوا بقت تحفة تجنن. حطيت بقى التسريحة الناحية دي، التسريحة كانت الناحية التانية العكس، كانت قدام الدولاب. بصوا كده، انا ورا الباب ماشي. بصوا بقت تحفة، انا كنت مبسوطة بيها جدا جدا جدا. يا ريت انت لو تقدري تغيري في الأوضة بتاعتك عشان تغيري من نفسيتك اعملي كده، بجد التغيير بيغير النفسية جدا. بصوا بقى رشيت معطر، وقلت الأوضة دي محدش يدخلها أبدا،